أهلا بالجميع. تتذكرون لما كنا نتكلم عن ثورة في عالم المال؟ عن إعادة القوة لأيدي الناس؟ حسناً، شبكة باكيت بيت باي بتقدم خطوة كبيرة في هذا الاتجاه. مو بس كلام، بل أفعال وتطويرات حقيقية. مؤخراً أعلنوا عن تحديث ضخم بإضافة شيء اسمه كوسا سي. أكيد عم تتساءلوا شو هالشيء؟ ما تقلقوا، رح نحكي عنه. المهم هون إن باي طموحها كبير، عم تبني مستقبل لا مركزي وما بتخاف من التغيير. جهزوا حالكم لأن الأمور رح تصير شيقة. خلينا نحكي عن كوساسيح. هاد مو مجرد كود عشوائي، هاد السر، المكون المفقود اللي بيغير قواعد اللعبة. طيب، مين أو شو هو؟ لسه في شوية غموض. البعض بيقول إنه مبرمج واحد، نينجا رقمي، وآخرين بيعتقدوا إنه مجموعة من المبرمجين الموهوبين. مهما كانوا، في شيء واحد أكيد، بيعرفوا شغلهم. الكود اللي دخلوه على نظام باي متطور جدا، مثل كأنهم حطوا محرك توربو لباي. صدقوني، هذا الشيء مصمم ليحلق. هلا، خلينا نحكي عن الأرقام. الأرقام دائما كانت جزء مهم من حياتنا، سواء كنا عم نحكي عن ميزانية شخصية أو عن مشاريع ضخمة. تحديداً 314,159 دولار. هذا الرقم مش مجرد رقم عادي، بل هو مفتاح لفهم مشروع باي. هذا الرقم السحري، القيمة المفترضة لباي في كل مشاريعها. باي مش مجرد عملة رقمية، بل هي رؤية لمستقبل جديد. بس انتبهوا، مو رقم نهائي. هذا الرقم هو مجرد تقدير أولي، ممكن يتغير مع الوقت، بل هو نقطة بداية، هدف عم يطمحوا يوصلوا له. الفريق ورا باي عم يشتغلوا بجد لتحقيق هذا الهدف. القيمة الحقيقية بتعتمد على عوامل كتيرة، مثل عدد مستخدمين باي، طريقة استخدامها، وحالة السوق بشكل عام. تخيلوها مثل صاروخ جديد، كل ما زاد عدد المستخدمين، كل ما زادت القيمة. عنده هدف، بس مساره ممكن يتغير حسب الظروف. الصاروخ ممكن يواجه تحديات، بس الهدف النهائي هو الوصول للنجاح. بس في شيء واحد أكيد، هذا الصاروخ جاهز للإقلاع. الفريق ورا باي مستعدين لمواجهة أي تحدي وتحقيق النجاح. هون بتصير الأمور شيقة. سعر باي الأولي مو راح يحدده خبراء وول ستريت. القرار بيد الناس عن طريق قيمة الإجماع العالمي أو GCV. تخيلوها مثل تصويت ضخم عالمي. مجتمع باي بيقرر بنفسه قيمة العملة. ديمقراطية بمعنى الكلمة. كل ما زاد عدد مستخدمين باي، كل ما زادت قيمتها. مثل كرة الثلج، بس بدل الثلج عم نحكي عن حرية مالية. القسم الخامس، باي مقابل العملات التقليدية. قصة عملتين. خلينا نبسطها بطريقة سهلة. الورقة النقدية اللي بمحفظتك، هاي عملة تقليدية بتتحكم فيها الحكومات والبنوك، بقرروا قيمتها وبيقدروا يطبعوا المزيد منها وقت ما بدهم، وهذا الشيء بيؤدي للتضخم. مو منيح، صح؟ هلأ، باي مختلفة. ليه مركزية؟ يعني ما في جهة واحدة بتتحكم فيها، مثل إنترنت المال، مبنية على شبكة شفافة وآمنة. ما في صفقات مشبوهة، بس قوة مالية حقيقية للناس. القسم السادس، نظام باي البيئي، سيمفونية السيولة. باي مو بس عملة رقمية، بل نظام بيئي كامل. هذا النظام البيئي يشمل مجموعة واسعة من التطبيقات والخدمات التي تكامل مع بعضها البعض. تطبيقات، ألعاب، أسواق، كل شيء. كل هذه التطبيقات والخدمات تعمل بتناغم لتوفير تجربة سلسة للمستخدمين. وهذا كله بيشتغل بباي. هون بتيجي أهمية السيولة. السيولة هي اللي بتخلي كل هذا ممكن. تخيلوا سوق كبير فيه كتير بائعين ومشترين. كل واحد منهم بيقدر يتعامل بالسهولة والسرعة بفضل السيولة العالية. هذا هو نظام باي البيئي. فيه تدفق مستمر للمعاملات، مما يضمن إن كل شيء يعمل بسلاسة. الناس عم تشتري وتبيع سلع وخدمات باستخدام باي. السيولة العالية بتخلي هذا ممكن. ولتسهيل الأمور، في احتياطي من 5 مليارات باي جاهز للضخ في النظام عند الحاجة. مثل شبكة أمان مالية بتضمن استقرار باي وتوافرها للجميع. هذا الاحتياطي بيشتغل كضمانة لاستقرار النظام. بتضمن استقرار باي وتوافرها للجميع.
بفضل هذا النظام، المستخدمين بيقدروا يعتمدوا على باي كوسيلة موثوقة للتبادل. القسم السابع: إطلاق الشبكة الرئيسية. انطلاق باي نحو الحرية. إطلاق الشبكة الرئيسية مثل حفل تخرج باي، اللحظة اللي بتتحول فيها من مشروع واعد للاعب أساسي في عالم العملات الرقمية. هون راح يتم إدراج باي في منصات التداول الكبيرة، وبيصير ممكن لأي شخص يشتريها يبيعها ويتداولها بحرية. وصدقوني، الناس عم تستنى، الترقب عم يزيد، ولما يتم الضغط على زر الإطلاق جهزوا حالكم لأن باي راح توصل لآمال عالية. القسم الثامن: باي في العمل، حلول حقيقية. باي مو بس للربح، بل لإحداث فرق. الناس عم تستخدمها بالفعل لشراء وبيع سلع وخدمات داخل شبكة باي. الناس عم تستخدمها بالفعل لشراء وبيع سلع وخدمات داخل شبكة باي. من خلال باي، يمكن للأفراد إجراء معاملات مالية بسهولة وأمان، مما يسهل حياتهم اليومية. بس الموضوع أكبر من هيك. باي بتفتح أبواب جديدة للابتكار والتعاون. الناس عم تستخدم باي لتبادل الأفكار والعمل على مشاريع جديدة. تخيلوا عالم تقدروا فيه تدفعوا ثمن مشترياتكم، تحجزوا رحلات طيران، أو حتى تستثمروا في شركات ناشئة باستخدام باي. الإمكانيات لا حصر لها. باي بتسهل كل هالأمور وتجعلها ممكنة. أو حتى تستثمروا في شركات ناشئة باستخدام باي. الإمكانيات لا حصر لها. باي بتسهل كل هالأمور وتجعلها ممكنة. من خلال باي، يمكن للأفراد والشركات الوصول إلى فرص جديدة للنمو والازدهار. نيكولاس كوكاليس، صاحب فكرة باي، بيتخيل مستقبل بتمنح فيه باي الناس القوة وتوفر الشمول المالي والفرص للجميع. هو بيؤمن بأن باي قادرة على تغيير العالم وتوفر الشمول المالي والفرص للجميع. الهدف هو بناء نظام مالي أفضل وأكثر عدالة، وهذا شيء بيستحق نؤمن فيه. باي بتسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تمكين الأفراد وتوفير الأدوات اللازمة لهم. الهدف هو بناء نظام مالي أفضل وأكثر عدالة، وهذا شيء بيستحق نؤمن فيه. باي بتسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تمكين الأفراد وتوفير الأدوات اللازمة لهم. من خلال باي، يمكن للجميع الوصول إلى فرص جديدة وتحقيق النجاح، وهذا شيء بيستحق نؤمن فيه. باي بتسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تمكين الأفراد وتوفير الأدوات اللازمة لهم. من خلال باي، يمكن للجميع الوصول إلى فرص جديدة وتحقيق النجاح. باي ليست مجرد عملة رقمية، بل هي حركة تهدف إلى تحقيق تغيير إيجابي في العالم. القسم التاسع: المستقبل هو باي فجر مالي جديد. باختصار، شبكة باي عم تبني شيء مميز، شيء عنده القدرة على تغيير العالم، مو بس للربح السريع، بل لخلق نظام مالي أكثر عدالة للجميع. هل هو شيء مضمون؟ لا، بس أي ثورة مضمونة؟ المهم إن باي عم تدفع الحدود وتتحدى الوضع الراهن، وبتعطي الناس سبب ليؤمنوا بمستقبل مالي أفضل. انضموا، استكشفوا شبكة باي، ومين بيعرف، ممكن تكونوا جزء من شيء ثوري حقاً.